السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. ايوه، زي ما انتوا شايفين هنعمل الكشري من غير كركبة المواعين ولا كركبة الحوض ولا اي حاجة. هجيب شوية شعرية واحمرهم في السمنة او الزيت، واضيف لهم الرز واقلبهم مع بعض عشان الرز يتغلف بالزيت او السمنة او المادة الدهنية، يدي طعم كده حكاية تحفة. بعد كده هضيف ليه العدس ابو جبة، ويكون منقوع قبلها بربع ساعة في مية سخنة او مغلية، عشان يكون مستوي نص تسوية، عشان يستوي مع كل المكونات، مش تكون حاجة بتقرش. ونحط باقي المكرونات كلها وندي تقليبة صغيرة، ونزود الملح والكمون، واحط مية مغلية على الخليط، يا دوب اغطيه او فوق الخليط زي عقلة الصابع كده، زي الرز، طريقة تسوية الرز، واسيبه على النار لمدة 10 دقايق او ربع ساعة على نار هادية لما يستوي. ايه رايكم في المنظر الجميل ده؟ والاطعم من كده والذ. والله انا خايفة على الناس بتوع محلات الكشري، ذنبهم في رقبتنا. لو عجبكم الفيديو دوس لايك